السلام عليكم. انا سيدي مسؤول هنايا في الاشغال ديال الحريه هنايا، وكانت هاد الورش هذا كان مهدد بزاف ديال الناس على حساب تساقط هاد الحجر اللي كانت ديال المره وداك الشيء، لان كانت كتشكل عليهم خطر كبير بزاف. الوزن ديال الحجره راه كتراوح ما بين 40 50 30 كيلو، اللي كانت كتطيح من العلو ديال 15 متر ولا 16 متر تقدر تقتل اللي جات عليه تقتلو ولا شي حاجه. رحنا وصلنا فين 50% قول ولا اكثر شي شويه اللي دازت بعد ما حيدنا داك الحجر وحيدنا داك الشيء داك الزفت وداك لا موزيك اللي كان كيسيل على حساب فيه القطره ديال تقطر الماء اللي ديال الشتا كيقطر كله كيهود المكاتب ويهود القاعات. ودابا ان شاء الله باذن الله مازلنا غادي نزيدوا ان شاء الله نكملوا هذه الخدمه هذه، غادي نديروا نيت الزفت ولا موزيك، وغادي نديروا الاناره، وغادي نديروا واحد الديكور في الباب الهيه على حساب ديكوراسيون، وان شاء الله يكون مزيان. غادي تولي المركب فيه واحد النظره احسن من اللي كانت. ان شاء الله كان نبشر الساكنه ديال فاس بانه غادي يولي واحد المنظر جميل هنايا مزيان، وواحد المتنفس زين نظرا للتغيرات اللي غتوقع فيه، وحتى الساكنه ديال فاس كتستاهل الافضل اكثر من هذا الشيء ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم، معكم زكريا مسؤول على الورش اعاده تاهيل المركب الحريه. دخلنا للحريه لقينا مخرب بزاف. كان مشكل ديال تساقط الحجاره على المره، كان مشكل ديال الفلتراسيون ديال الماء القطره من تطيح الشتا تيوقع عندهم مشكل ديال القطره في القاعه. راه الناس وصلوا تيديروا المظل تيدخلوا بالمظل تما. القوادس كلشي مخرب، كلشي مخنوق، كلشي ماشي هذاك. بالنسبه للاشغال باسينا 50%. بالنسبه للاشغال كانت تحيدنا الحجره اللي كانت تطيح على الناس. حجره كان الوزن ديالها ما بين 30 كيلو و 40 كيلو، وتطيح تقريبا 18 متر، يعني كانت تشكل خطر كبير على الناس، على المره، على الزوار، على كل شيء. بعض الاشغال اللي درنا اللي غادي تزيد جماليه ديال المدرج المركب الحريه، والزفت لي طونشيتي على حسب المشاكل اللي كانت القطره، عندنا ضمانه ديالها 10 سنين. وبالنسبه للاشغال لي طرافو عندنا ضمانه ديال عام. بالنسبه لتسليم المركب غادي يكون ان شاء الله في شهر 10، وغادي يبقى لنا عام ديال لا غارونتي بالنسبه للاشغال ديالنا، و10 سنين بالنسبه للزفت ديال المدرج. بالنسبه للزفت ديال المدرج غادي يكون يحمي من التساقطات ديال الامطار، ما تبقاش داك التسربات ديال المياه، مشكل ديال الماء الفلتراسيون. بالنسبه حنا من نساليو من يتم التسليم ديال المركب ما يكونش صالح لاستقبال الزوار وصالح استعمال ديالو للعروض الثقافيه. علاش؟ حيت كاين واحد الشطر واحد اخر، الشطر الاول اللي حنا مكلفين به، والشطر الثاني حنا ما عندنا به حتى شي علم.